ايش قصة هاي التعليق؟ هكذا كانت الكلمة للرجال فوق أرضية الميدان، وليس في وسائل الإعلام ولا على شاشات التلفزيون. عام 2009 المنتخب الجزائري والمنتخب المصري كانوا في نفس المجموعة المؤهلة حق كأس العالم، وفي مباراة الذهاب قدر المنتخب الجزائري انه يفوز بنتيجة 3-1، لكن اجواء المباراة ما كانت افضل شيء لان الجمهور كان يهتف هتافات سياسية وغيرها وايد اشياء، وهاي الشيء سبب توتر في التواصل الاجتماعي في ذاك الوقت. وفي مباراة الاياب قدر المنتخب المصري انه يفوز بهدفين مقابل ولا شيء، وذي الشيء يعني بيلعبون مباراة فاصلة لان متعادلين في النقاط، والمباراة بتكون في ملعب محاير وبتكون في السودان. لكن قبل المباراة كان الضغط الاعلامي كبير، وحتى المعلقين اللي علقوا في المباراة كانوا يسببون نوع من التوتر بين الجمهورين، وما وقف الموضوع لهني، حتى في ممثلين كبار تدخلوا في الموضوع، ولين ما لعبت المباراة في السودان وانتهت المباراة بفوز المنتخب الجزائري بهدف نظيف. ويوم اطلق الحكم صافرة النهاية علق المعلق حفيظ الدراجة التعليق بسبب الضغط والتوتر اللي صار قبل المباراة، وفي النهاية الله يديم المحبة بين كل الشعوب العربية.